ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة وأخيرا هنبدأ مع بعض في أول درس في الدراسات الاجتماعية. الدرس الأول بعنوان قارة أفريقيا، الموقع والكشوف الجغرافية. بنتكلم في الدرس ده عن موقع قارة أفريقيا سواء الفلكي أو الجغرافي، وكمان أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والحضارية والكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. عارفين قبل كده ان قارات العالم القديم اللي هي اول حاجة اكتشفوها هي قارة اسيا وافريقيا واوروبا. بعد كده في قارات العالم الجديد اللي اكتشفوها فيما بعد، اللي هي قارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية وكمان استراليا والقارة القطبية الجنوبية. يبقى المهم عندنا دلوقتي ان احنا نعرف ان قارة افريقيا احدى قارات العالم القديم. مساحة قارة أفريقيا هي تاني قارات العالم من حيث المساحة. طب لما أفريقيا هي التاني، مين أكبر القارات مساحة؟ طبعا قارة آسيا، يبقى آسيا أكبر القارات وأفريقيا ثاني القارات. تبلغ مساحة قارة أفريقيا 30.4 مليون كيلومتر مربع، وبكده تبقى بتمثل 20% من مساحة الكرة الأرضية، يعني خمس المساحة. عشان نحدد موقع قارة أفريقيا عندنا حاجتين، موقع فلكي وكمان موقع جغرافي. الموقع الفلكي ده بنعرفه وبنقول هو موقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني قارة أفريقيا بنقول بتمتد من خط طول كام لكام ودايرة عرض كام لكام. أما الموقع الجغرافي ده بنحدد الحدود بتاعتها أو الدول المجاورة أو الأماكن المجاورة اللي حواليها. فبنقول تعريف الموقع الجغرافي موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. لو بصينا مع بعض على الخريطة بتاعت قارات العالم اللي قدامنا، قارة أفريقيا هي القارة اللي موجودة في النص دي، اللي هي في قلب قارات العالم أو في قلب الكرة الأرضية في النص بالظبط. فإحنا عملنا عليها زوم كده وكبرناها وخليناها هي الخريطة اللي تحت، هي دي بالظبط كده قارة أفريقيا. الموقع الفلكي لقارة أفريقيا اللي هي خطوط الطول ودوائر العرض، بتمتد قارة أفريقيا بين دائرتي عرض 37.5 شمالا و34.5 جنوبا، يعني كده بتمتد في أكتر من 70 دائرة عرض. أما خطوط الطول بتمتد من 51 شرقا حتى 17 غربا. وبكده لو بصينا على قارة أفريقيا بنلاقي إن بيعدي فيها 3 دوائر عرض رئيسية. أول حاجة عندنا في الشمال مدار السرطان، وفي الوسط تقريبا مدار أو دائرة الاستواء، وفي الجنوب مدار الجدي. وكمان ما ننساش إن بيعدي فيها في الغرب يعني غرب القارة خط جرينتش. وبتركيزنا على الخريطة هنلاقي إن أفريقيا موجودة جزء منها في نصف الكرة الشمالي والجزء التاني في نصف الكرة الجنوبي، وتقريبا ثلثي يعني تلتين المساحة في النصف الشمالي والتلت الآخر في النصف الجنوبي. أما الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا اللي هي بتقع في وسط قارات العالم، وبكده بيطل عليها أو بتطل على مسطحات مائية تقريبا من الأربع جهات. أول حاجة في الشمال بنقول بيحدها شمالا البحر المتوسط، وده اللي بيفصلها فوق عن قارة أوروبا. أما في الشرق بيفصلها عندنا هنا البحر الأحمر وكمان المحيط الهندي، والاتنين دول بيفصلوها عن قارة آسيا. في الغرب المحيط الأطلنطي، وده بيفصلها عن الأمريكتين اللي هي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. قارة أفريقيا بتقترب من قارة أوروبا، طبعا احنا قلنا بيفصلهم البحر المتوسط، بس بيقربوا عند مضيق هنا اسمه مضيق جبل طارق. وطبعا بيفصلها عن آسيا البحر الأحمر، بس بيقربوا عند مضيق هنا اسمه مضيق باب المندب. يبقى كده بيفصل أفريقيا عن آسيا البحر الأحمر، بتقربوا من بعض عند مضيق باب المندب، وفي نقطة متصلين ببعض جدا بيها هي شبه جزيرة سيناء. بتقع فين سيناء؟ في الركن الشمالي الشرقي للقارة. بما اننا بنتكلم عن شبه جزيرة سيناء فبنقول ان هي ليها اهمية حضارية واستراتيجية كبيرة جدا. ازاي؟ لو قلنا بما تفسر، اول حاجة ليها اهمية حضارية بسبب انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها.
ثقافات وحضارات كتير من آسيا أو من الدول التانية بدأت تنتقل لينا في أفريقيا، وبالذات الحضارة الإسلامية. يبقى لما يقول لنا دخل الإسلام إلى أفريقيا جالنا منين؟ طبعا الإسلام كان في شبه الجزيرة العربية، وصل لنا عن طريق شبه جزيرة سيناء. أما استراتيجية، بنقول بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلالها. معروفة دايما من زمان إن شبه جزيرة سيناء هي المفتاح أو المدخل الرئيسي لمصر. لو خدنا الحملات أيام الفراعنة وأيام الحضارة الفرعونية القديمة، أي حد كان حابب يدخل مصر كان المفتاح دايما من الشمال الشرقي، وبالذات الهجمات الآسيوية من خلال شبه جزيرة سيناء. عشان كده بيقول لنا إن الحفاظ على أمن شبه الجزيرة سيناء ضرورة عشان نحافظ على أمننا المصري وكمان الإفريقي. طب احنا دلوقتي عمالين نقول حضارة حضارة، يعني ايه حضارة؟ حضارة بيقول لنا تعريفها مجموع الإنتاج الثقافي مثل العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم، وكمان الإنتاج المادي، أي حاجة الإنسان بيبدعها سواء كانت عادات أو تقاليد أو علوم أو فنون أو حتى ثقافة، مثل القلاع والمباني والقصور، وهو ما يميز مجتمعنا العربي الأفريقي عن غيره. أهمية قارة إفريقيا. قارة أفريقيا لها أهمية استراتيجية وكمان اقتصادية وحضارية. أول حاجة معانا الأهمية الاستراتيجية، وإحنا محتاجين نعرف يعني إيه أصلا استراتيجية. بنقول هي الأهمية وقت السلم والحروب والأزمات. يعني انت لو في عندك أزمة أو في عندك حرب، عندك ممرات وحاجات تقدر تقفلها وتضغط بيها على الدول اللي حواليك. يبقى نقول تاني تعريف أهمية استراتيجية: الأهمية وقت السلم والحروب والأزمات. طب إيه الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا؟ بما تفسر، هنقول لأنها تشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائية مهمة مثل مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس. يا ريت عندنا الصورة لو مش واضحة تقدر تكبر الشاشة بتاعة الفيديو عشان تشوف صورة أوضح. أما الأهمية الاقتصادية، ودي معناها الاقتصاد بتاع الدولة أو اللي بيساهم في زيادة الدخل القومي للقارة. بسبب إيه بقى الأهمية الاقتصادية؟ أول حاجة عندنا الموقع الجغرافي، ولما نقول ما النتائج المترتبة نحط عليها ما النتائج المترتبة على موقع الجغرافي لقارة أفريقيا. أدى إلى إيه؟ تحكمه في طرق التجارة أو طرق الملاحة العالمية. يعني إيه طرق الملاحة؟ يعني الممرات اللي بتعدي فيها الناقلات والسفن البحرية المحملة بالبضائع. طيب رقم 2 الموقع الجغرافي. أدى لإيه برضو؟ هنحط عليه ما النتائج. أدى لتنوع المناخ. يبقى لو قال لنا ما النتائج المترتبة على تنوع الموقع الفلكي لقارة أفريقيا، أدى إلى تنوع المناخ. طيب تنوع المناخ بقى، نتائج تنوع المناخ أدى لتنوع النباتات الطبيعية وكمان الحيوانات وكمان المحاصيل الزراعية. بقت كل دولة في أفريقيا ليها درجات حرارة مختلفة وأمطار بتؤدي لتنوع المناخ. تنوع المناخ بقى فيه تنوع في النباتات وكمان الحيوانات والمحاصيل اللي بتنوعها أو بتميزها عن الدول التانية. الأهمية الحضارية لقارة أفريقيا، برضو لو قلنا بما تفسر لقارة أفريقيا أهمية حضارية، هنقول بسبب نشأة العديد من أقدم الحضارات في العالم على أرضها. إيه الحضارات اللي قامت في أفريقيا؟ أول حاجة الحضارة المصرية القديمة اللي هي الحضارة الفرعونية. تاني حاجة حضارة كوش في السودان. تالت حاجة حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا. آخر حاجة معانا في الحضارات حضارة قرطاج في تونس. دول الأربع حضارات اللي قاموا على أرض أفريقيا. احنا قلنا في أول الدرس إن قارة أفريقيا هي إحدى القارات العالم القديم، يعني من أوائل القارات اللي تم اكتشافها، إلا إنهم لما اكتشفوها في أجزاء كتير جدا من أفريقيا كانوا لسه محدش يعرف عنها حاجة، فعشان كده اتأخروا في اكتشافها. ودي بقى اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو الجاي، ونقول بعض الكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا. هنقف لحد هنا آخر الفيديو بتاعنا ونكمل باقي الدرس في فيديو جديد إن شاء الله.
الجزئية دي تدريب على اللي احنا خدناه، ياريت تحلوه. لو اي حد فيه سؤال مش عارفه اكتب لي في الكومنتات، وانا هحاول انزل لك التدريب ده اجابته عشان تراجع حلك في فيديو تاني مستقل لوحده. واشوفكم على خير.